أول أسبوع في الكلية هو اللي بيحدد حياتك الجامعية كلها. ممكن تبدأ صح وتبني مستقبل قوي، أو تبدأ غلط وتضيع منك فرص كتير. في الفيديو ده هقولك إزاي تستعد لأول سنة في الجامعة ب5 خطوات أساسية هتفرق معاك جدا. أول حاجة الفرق ما بين الكلية والمدرسة. أكبر غلطة الناس دايما بتقع فيها انك بتدخل الكليه بنفس عقليه المدرسه. يعني ايه؟ يعني في المدرسه كان في مدرس بيتابعك، كان في واجب، كان في حد بيقول لك تذاكر ايه وامتى. لكن في الكليه محدش هيذاكر لك، انت المسؤول عن نفسك وعن حضورك وعن مذاكرتك وعن انك تدور عن المعلومه بنفسك وتفهمها. الفكرة ببساطة هي الاستقلالية. أول سنة هتتعلم إزاي تعتمد على نفسك من أول سنة. الصحاب في الجامعة مش بس للضحك والخروجات، مهما كان هما ممكن يكونوا سبب نجاحك أو فشلك. ركز واختار الناس الصح. اختار ناس عندها هدف من الكلية بيذاكروا، ولو دخلت مع شلة طول اليوم تهريج وغياب ومقضينها كده في الكلية وداخلين ما عندهمش هدف، صدقني هتندم. أول سنة هتحدد علاقتك بدفعتك وبالدكاترة بتاعتك. تالت حاجة وهي الأنشطة الطلابية والكورسات اللي لازم تبدأ بيها. الأنشطة الطلابية، ودي نصيحة، بلاش تدخل أنشطة طلابية من سنة أولى. معلش خدها مني، بلاش تدخلها سنة أولى. ليه؟ لأن أنت بتبقى داخل الكلية مش فاهم الدنيا ماشية إزاي، لسه مش قادر تحدد طريقة المذاكرة اللي بتنفع معاك، فبلاش تدخل وتضيع وقتك. يعني خليها بعد كده مثلا من سنه تانية. بلاش تخش بحماس قوي عشان ما تجيش في الاخر تلاقي نفسك فيصت وما بتكملش. طيب نرجع بقى للانشطه، ايه الاهميه بتاعتها؟ اول حاجه هتعلمك الليدرشيب، بابليك سبيكينج، نتوركينج، تيم وورك. هتعرف على ناس في الكليه اكبر منك هيساعدوك بخبراتهم. كمان الكورسات، محتاج تتعلم انجليزي كويس، محتاج تاخد برامج الاوفيس زي باوربوينت واكسل، محتاج تاخد كورسات اونلاين سواء في المجال بتاعك او بره المجال. محتاج تدور لنفسك على المهاره دي تكون مطلوبه في السوق وتقدر تاخد منها فلوس او تشتغل بيها فريلانس، فانت مع نفسك تقدر تتعلمها بعيد عن الكليه. رابع حاجه الادوات اللي هتحتاجها في الكليه. لابتوب او ايباد او تابلت على حسب الكليه اللي انت فيها او على حسب الجامعه اللي انت فيها. لو انت طالب من طلاب الكليات الطبيه فانت الافضل ليك هتبقى محتاج تابلت او ايباد، لكن لو انت في حاسبات اكيد هتبقى محتاج لابتوب. طيب بعد كده النوت بوك والقلم. لازم يبقى معاك نوت بوك كبير عشان تبقى منظم فيه المحاضرات بتاعتك كلها والمواد المختلفة. ابلكيشنز هتساعدك زي نوشن عشان تنظم محاضراتك، جوجل كاليندر وده انت هتنظم عليه الجداول بتاعتك سواء في المذاكرة، الكلية، المحاضرات والسكاشن، وتقدر تديك تنبيهات قبلها. من الاخر هو هينظم لك يومك كله. برنامج كويزلت وده عشان الحفظ، وعندك كمان برنامج زي فوكس فورست وده عشان تقدر تحدد الاوقات بتاعتك على برامج السوشيال ميديا. الادوات دي مش رفاهيه لكن هتخلي حياتك الجامعيه اسهل. خامس حاجه ازاي تدير وقتك في اول اسبوعين. الصدمه الكبيره اللي الطالب بيدخلها ان المحاضرات بتبقى كتير وبتتعارض مع الحياه اليوميه او الحياه الاجتماعيه بتاعتك. فالحل هنا هو إدارة الوقت. اعمل جدول يكون فيه المحاضرات والمذاكرة بتاعتك وأوقات الراحة. أول أسبوعين ركز على الحضور عشان تفهم نظام الكلية والدكاترة، يعني ما تغيبش من الكلية عشان تبقى فاهم نظام الدكتور ماشي إزاي، لأن ده اللي هيفيدك وقت الامتحانات. سيب وقت الأنشطة بس ما تخليهاش تيجي على حساب الدرجات بتاعتك والمحاضرات. التوازن هو اللي بيخليك تعيش حياة جامعية أسهل وناجحة من غير ما تضيع وقت. اول سنه في الجامعه بتكون صعبه شويه بس في نفس الوقت بتكون مليانه فرص. لو بدات صح هتختصر على نفسك سنين من الغلط. احفظ الفيديو وارجع له اول يوم دراسه عشان تطبق الخطوات اللي قلناها. ولو شايف الفيديو مفيد اعمل لايك واشترك في القناه، ومستنيك في الفيديوهات الجايه اللي هتكلم فيها عن تفاصيل اكتر عن الكليه.